يا جماعه انا جاي اسير الجدل النهارده واقول ان مفيش مرض اسمه انخفاض ضغط الدم. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. زي حضراتكم انا دكتور احمد الشربيني، اخصائي امراض القلب. في كتير من الاوقات كده لما بنيجي نقعد ندردش وناخد تاريخ المرضي، عندك ضغط، عندي ضغط، بقى له قد ايه، بقى له كذا، بتاخد له ايه، باخد له النقط دي اللي هي بنحط منها 50,000 نقطه على 3 كوبايات ميه 4 مرات في اليوم. فاكيد نكتشف بقى الحقيقه المهمه انه حضرتك مش بتعاني من ارتفاع الضغط، حضرتك بتعاني من انخفاض الضغط. مرض ارتفاع الضغط ده مرض محتاج متابعه، محتاج علاج، محتاج تنظيم لايف ستايل، محتاج انك تبعد عن التدخين والملح في الاكل، محتاج انك تمارس رياضه بانتظام، محتاج متابعه للقلب والمخ والكلى والعين والشرايين بصوره دوريه علشان نحافظ عليهم من مضاعفات ارتفاع الضغط. لكن انخفاض الضغط ده مش مرض، ده عرض لحاجه بتحصل، ما بيعملش في حد ذاته مضاعفات، لكن هو بسبب القصه دي ممكن يؤثر على الدوره الدمويه في الجسم، وممكن يؤثر على الدوره الدمويه اللي رايحه المخ. علاجها مش ان احنا نعالج انخفاض الضغط، علاجها ان احنا نعالج السبب علشان نؤدي الى ارتفاع الضغط بعد كده. نعالج الجفاف، نعالج نقص كميه السوائل في الجسم، نعالج لو لا قدر الله في نزيف. بعض الناس بيجي لها بسبب ان هو بطبيعه الحال دايما واقف كتير، وفي حالات قليله جدا اللي عندها دايما انخفاض في الضغط بسبب انه هي عندها الدوره الدمويه بتاعتها كده، دي اللي بنحتاج لها العلاج او الادويه اللي هي في صوره اللي بعضها منها في صوره النقط اللي بترفع الضغط شويه. طيب يعني اقلق من اول امتى، او اقيس ضغطي يطلع كام، اجيلك امتى، اعرف ايه، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ برضه علشان ناكد النقطه دي، مش اي حد ضغطه 100/70 نقول ده ضغطه منخفض، اصل الضغط المفروض يبقى 120/80، لا خالص، احنا بنقبل لحد 90/50، ودايما بنقول انه احنا مش بنقلق من الرقم قد ما بنقلق من الاعراض. يعني ممكن حضرتك يبقى ضغطك 90/50 وانا مش قلقان وما عنديش مشكله خالص، وحد تاني يبقى ضغطه 100/70 بس انا قلقان لانه عنده اعراض انخفاض في الدوره الدمويه، فنبتدي نقلق وندور وراه. فهي دي القصه اللي برضو حبيت الفت نظر حضراتكم ليها. قولوا لي بقى في الكومنتات ضغطك كام وعندك اعراض ولا لا. ادعوا لاهالينا في فلسطين والسودان ولبنان بالصبر والثبات، ادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره. دمتم بصحه وعافيه.